هقول لك دلوقتي. فلنفرض ان حد جه عندك البيت واعتدى عليك، تمام، وانت ما معكش تليفون تصور ولا معاك اي وسيله اتصال ولا الكلام ده كله خالص، وراجل على الله حكايتك زي ما بيقولوا، تمام، ورحت دلوقتي خلاص خلص واعتدى عليك وخلاص والكلام ده كله، تمام. ازاي تجيب حقك؟ قول لي كده ازاي تجيب حقك؟ انا هقول لك ببساطه. هتروح تعمل محضر، والمحضر هتثبت فيه وهتعمل فيه تقرير طبي وتستنى التقرير الطبي والكلام ده كله. طيب لو مش معاك ما يثبت، او مفيش اصابه في جسدك، او في حاجات عندك مسروقه، مفيش عندك كاميرات، مفيش الكلام ده كله، ازاي هتعرف تجيب حقك؟ ما اعرفش. لكن الفكره في ان هو لو في اعتداء جسدي ولكنه مش معروف او مش باين ومفيش تقرير طبي، هتعرف برضه تجيب حقك ازاي؟ برضه مش عارف. لكن لو في تقرير طبي ورحت عملت التقرير الطبي، تمام، واثبت والكلام ده كله ومحضر وما الى غير ذلك من الكلام ده كله و تمام، معك لحد دلوقتي معاك. طيب لو جه الشخص ده اعتدى عليك تاني يوم في اثناء ما انت عامل المحضر، هتعرف تجيب حقك ازاي؟ هتتصل بالشرطه او تتصل ب 122 او الكلام ده كله زي ما بيقال. هتقعد تلت ساعه او نص ساعه علشان يردوا عليك، تلت ساعه او نص ساعه عشان يردوا عليك ويبعتوا لك واحد من مش عارف من المركز، ويبعتوا لك واحد مش عارف اقرب نقطه، يبعتوا لك مش عارف ايه، يكون المعتدي اعتدى عليك وخلص حاجته ومشي، وجه تاني يوم برضه اعتدى عليك وخلص ومشي، وده كله والحكومه ما تعرفش. ده كله والحكومه ما تعرفش ليه؟ لانه ما فيش جهات حكوميه بتوصل للمجني عليه في اثناء ما بتحصل الجريمه او بتوصل له بسرعه.